ازاي اعلم طفلي يطلع محب للقراءة، اخليه عنده شغف انه يقرأ، شغف وحب للكتب. تعالوا نشوف. يلا، ابدأ اقرأ لطفلك قصص مصورة ووريه الكتاب حتى لو عنده شهور. اقرأ واديله قصص على قد ما تقدر. في مرحلة الطفولة المبكرة اللي الطفل بينشأ عليه او بيشوفه بيفضل متذكره بقية حياته. فخلي الطفل يشوفك وانت بتقرأ له، اقرأ له قصص سواء قصص عادية او قصص مصورة توريه الصور. فبالتالي الطفل مربى من المهد على القراءة. إذا ما بدأ الطفل في مرحلة القراءة والكتابة، لا مانع من كتاب شهريا أو قصة شهرية أو زيارات مستمرة للمكتبات للتطلع أو لإيه؟ إن إحنا نشوف الكتب الجديدة أو نشوف الطفل توجهاته إيه أو بيحب يقرأ إيه. وكمان نشوف اهتمامات أطفالنا ونبدأ نشوف الكتب اللي تخدم اهتمامات أطفالنا. بمعنى إيه؟ يعني لو طفل بيحب مثلا لعبة رياضية، فممكن أجيب له كتب في اللعبة الرياضية. لو طفل بيحب التكنولوجيا فأبدأ أجيب له كتب تخص التكنولوجيا. لو طفل بيحب حاجة ما، فأنا أبدأ أوجهه أو أعرفه إن المعلومة عادة ما تكون موجودة في الكتب وبشكل أقوى، فبالتالي الكتاب بيكون مصدر للمعلومة بشكل قوي، فالطفل طول الوقت محفز على القراءة. لو أنت بدأت تقرأ قدام طفلك وخصصت وقت يومي أسبوعي شهري أي حاجة للقراءة، فقطعا طفلك هيحاول يقلدك. فدايما خصص وقت أو روتين يومي أو أسبوعي أو شهري للقراءة. مش بس كده، خصص جزء في المنزل يكون فيه كتب أو مكان للقراءة أو مكتبة، ونتنافس في قراءة الكتاب. يعني ممكن نتسابق أو نشوف مين هيقرأ الكتاب ده أفضل ويحاول يشرحه للجميع أحسن. يعني مثلا وليكن كتاب صغير، وليكن الكتاب ده بيتكون من 100 ورقة. ال100 ورقة دول في حد هيقرأهم في أسبوع، في حد هيقرأهم في يومين، في حد هيحاول يقرأهم في يوم واحد. المهم مين هيقرأهم ومين يحاول يشرح لبقية الأسرة فوائد الكتاب أو يتعلم إيه من الكتاب. يعني أنت كده مش بس بتخليه يتعلم القراءة، لا ده أنت بتديله ثقة في نفسه عشان يحاول يبقى عنده قدرة على الإلقاء، قدرة على إن هو يعمل برزنتيشن أو يقدم أو يعرض أفكاره اللي هو اكتسبها من الكتاب. انتبه جدا للقراءة اللي بيقرأها طفلك، يعني خليك منتبه جدا للتعبيرات وشه. شوف هل الكتاب اللي انت اديته للطفل كان يعني مدي الشغف او الحافز او الطاقة اللي تخلي الطفل من عينيه بتلمع كده وهو بيقرأ الكتاب، ولا الطفل زهق من بدايته الكتاب. اذا لقيت الطفل زهق فتأكد ان الكتاب ده مش مناسب للطفل، يا اما مش مناسب لعمره يا اما مش مناسب لاهتماماته بيفكر في حاجة تانية. فمهم جدا انك تربط اهتمامات الطفل بالكتب اللي انت هتجيبها له او هيقرأها، ودي كمان بتحفزه. ابعد عن التليفونات او الشاشات لفترات هتلاقي في وقت القراءة. الاتنين دول يعني مش بيحبوا بعض. ولا مانع ان في المستقبل اذا ما كان الطفل اتعود على القراءة من الكتب وريحة الكتب ومتعة القراءة داخل الاوراق، لا مانع ان انت تشتري له حاجة الكترونية لو هو حابب ان هو يستخدم حاجة الكترونية في المستقبل يبقى من خلالها يقدر يقرأ كتب. ودي كانت نبذة بسيطة عن كيفية تحفيز الطفل على انه يطلع شخص قارئ او محب للقراءة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. سلام.